صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 3 من الدفاع الحديث أو المودرن، اللي بيبدأ طبعا زي ما بينا عارفين بقى E4 من خصمك، G6 من حضرتك، D4 منه فاهمين فكرتها. هو الراجل بيقول لك أنت سايب لي السنتر، هو الغرض من الإي 4 عند أي لاعب إيه؟ إن ألعب الدي 4 ويبقى عندي سيطرة مطلقة على السنتر. حضرتك بتفنكت البيشوب، اللعبة اللي عشان لعبت الجي 6 تطور النايت طبيعي بنلعب الأول مسيطر على السنتر بالبيادق، بعدين بنطور الحصانين، بعدين نطور البيشوبس، بعدين بنبيت. كلام منطقي. عشان ألعب أنا الدي 6 والأستاذ يطور النايت التاني. يمكن في الحلقة الأولى خدنا هذا البيشوب ودي اللعبة الرئيسية. يمكن المرة اللي فاتت خدنا الاف 4 اللي بيتحول بعد عدة نقلات للهجوم النمساوي ستوريان اتاك. النهارده معادنا مع هذا النايت. لعبة تقليدي جدا، بسيطر بالبيادق على السنتر، بطور جزر الحصانة كده اطور البيشوبس. انا بطور النايت بتاعي وعايز ابيت، واللعبة الرئيسية له انه يلعب البيشوب بتاعه الاي 2 والكوايت سيستم. ولكن لحظة واحدة، تسمح لي بلحظة واحدة؟ تقول لي ايوه اسمح لك. هل تعلم ان احنا دلوقتي تحولنا من الدفاع المودرن او الحديث للبيرك ديفنس؟ تقول لي ازاي؟ هو ايه البيرك ده يا عم؟ مش احنا اتفقنا لما بيلعب الاي 4 لو حضرتك لعبت دي 6 انت كده بتلعب البيرك. بيلعب الدي 4 طبيعي جدا، ما هو البيرك برضه دوت مودرن برضه او هايبر مودرن، بيسموه الهايبر مودرن ديفنس او اوبننج. ليه؟ لانه هو بيفكر في السيطرة على السنتر ليس بالطريقة التقليدية القديمة الكلاسيكية بالبيادق، وإنما بالقطع الخفيفة. أو بسيب خصمي يسيطر بالبيادق وبعد كده بضرب له السنتر بتاعه ده بشكل أو بآخر. طيب تعال نكمل في البرك ازاي ده بيتحول لده. بطور النايت بتاعي مهدد البيدق، يطور النايت بتاعه بيحمي البيدق. بلعب الجي 6 عايز افنكت البيشوب، يطور النايت افنكت البيشوب، يفنكت. الله، ده احنا رجعنا لنفس الخط هو. ولذلك المودرن بيتطور للبرك ولكن بترتيب نقلات ايه مختلف. نرجع بقى ترتيب نقلاتنا اللي احنا بنشتغل بيه هو. وبيلعب البيشوب اي 2 عشان ندخل في الكوايت سيستم. ولكن هنا اسمح لي نعمل نوع من الفهرسة او الجدولة للحلقة، ونقول ايه النقط اللي احنا هنغطيها. عندنا البيشوب اي 2، هنغطي البيشوب اي 3، هنغطي حتى البيشوب سي 4، هنغطي حتى البيشوب اف 4. يبقى دول 4 نقلات عايزين نبدأ نغطيهم بعد ما أنا بطور النايت بتاعي لجي 6. نبدأ باللعبة الأولى البيشوب اي 2 والكوايت سيستم. كوايت بس يعيش. هتكمل ازاي يا عم؟ هبيت، هو كمان هيبيت. كلام منطقي جدا. هلعب سي 6، وكان في صديق للبرنامج الحقيقة كان نفسه يفهم لعبة سي 6 دي ايه أهدافها. طيب مبدئيا سي 6 في هذا الخط تسمى بالتشيك ديفense، الدفاع التشيكي. وهنا لازم نسأل سؤال منطقي، هي سي 6 ديت بتساعدني في ايه؟ مبدئيا السي 6 بتعمل حاجات كتيره الحقيقه. مبدئيا النايت ده ما ينفعش يجي كده، ما ينفعش يجي كده. مستقبله في التطوير حتى لو جه كده طب هيكمل يروح فين؟ يعني مش اي تطوير خالص. هذا النايت لازم تفكر له في حته تانية يروح. هذا البيشوب برضه ملوش حته يروحها، احنا قفلنا السكه في وشه كده. طيب ماشي. لو لعب هو مثلا الاي 4، الكوين بتاعتي ممكن اطورها بهذا الشكل، ممكن اطورها بهذا الشكل وادعم بيها. مثلا لو لعب اي حاجه ادعم بيها، تقدم مزيد من الدعم للاي 5. تمام، يبقى دي فكره اخرى للسي 6. بلاش الكلام ده كله. لو لعب هو برضو اي حاجه بلاش يلعب اللعبه دي. لو هو لعب مثلا حاجه زي الاتش 3 وهي تلعب الحقيقه، السي 6 بتساعدني ان العب البي 5 واخد مساحه حلوه في السنتر. وطبعا هو لو كمل باي حاجه، يعني هو يلعب اي حاجه، ممكن ازيح على هذا النايت وامشيه يروح يدور له اي مكان، ملوش مكان غير هنا دلوقتي، او يرجع بقى. فهذه اللعبه بتمهد لحاجات كتير. حلو. طيب فهمنا دي اهم الحاجات اللي ممكن تساعدنا فيها سي 6. ولذلك هو قدامه برضو يلعب نقله من اتنين، يا يلعب الاي 4 يا يلعب لعبه تانية هنشوفها كمان شويه. بس تعال نغطي الاول الاي 4. ماشي، الاي 4 فكرتها ايه؟ مفيش بي 5 بقى يا استاذ خلاص. تمام، مش عايزين بي 5. انا هطور النايت بتاعي. من عيوب السي 6 ان النايت بتاعي كنت ممكن اوديه للسي 6 بس مش هينفع بقى، هنطوره بشكل اخر.
وهنستفيد منه برضو استفادة كويسة. هذا النايت بيدعم الاي 5. لو لعب الاتش 3 بيقول لي بقى يا استاذ مفيش نايت يجي عندك هنا، مش عايزين العاب. اقول له انا مش عايز نايتس ولا حاجه، انا عايز العب الاي 5 مباشره. هنا هو هياكل وانا هاكل، وهو يقول لي انا كلاعب ابيض سعيد. ليه يا عم؟ يقول لي عشان عايز بعد ما اطور البيشوب بتاعي، البيشوب بتاع سيادتك دوت محبوس، هذا البيشوب مضايقني. انا كلاعب ابيض عندي فكره من اتنين ملهمش تالت: يا اكسر هذا البيشوب بالبيشوب بتاعي، اجيب مثلا الوزير ولا البيشوب وارجل اكسر الفكره التقليديه اللي احنا حافظينها ديت، اللي هي ايه يعني، مثلا العب اي حاجه الوزير يجي كده، العب انا اي حاجه ينزل يكسر كده. فاهم القصه؟ دي اول فكره عنده، عايز يكسر. بس طبعا الوزير ما بيجيش بهذا الشكل، هو الوزير صراحه كان بيطلع كده، تبقى طورناه يعني، تلعب سيادتك اي حاجه يقول لك اسمح لي اكسر هذا البيشوب، او بلاش يكسره. هو عايز يعمل ايه؟ الاستاذ الفاضل يريد ان يقفل السكه في وشه. زي ما انت شايف كده البيشوب بتاعنا سكته ايه؟ مقفوله، ومش عارف يستمتع بحياته وزي قلته. دي فكره محوريه جدا انه يتخلص من هذا البيشوب المتفنك. طيب هطور وزيري، الاستاذ يطور وزيره. النايت بتاعي عايز يعني بفكر اوديه مثلا مربع الاف 4، الرخ ورا الوزير، ضغط يعني ضخم على النايت، بس النايت محمي بالوزير وبالبيشوب. النايت بتاعي ينزل ضغط على الوزير، ضغط على البيشوب. تكسر يا ابو الصحاب، هاكل بكش، يستعيد البيشوب بتاعي طوره، عشان لو كسر استعيد بالبيشوب بهذا الشكل وطوره. يعني هو كان متفن كده، ببحث له عن وتر تاني بدل كان الدنيا مقفولة في وشه في هذا الوتر. وده يعتبر التفريع الرئيسي والخط الرئيسي. طيب تعالى نرجع من البداية عشان نفضل في نفس النقلة ديت، ولكن نناقش فكرة تانية. تعالى نعيد النقلات بسرعة، عشان بعد ما احنا بنختار الدفاع التشيكي بالسي 6 لعب الاي 4 المرة اللي فاتت، كل الشرح ده في الاي 4. طب ما تدينا فكرة تانية يا عم. تاني فكرة بتتلعب بعديها ايه؟ اتش 3. فكرتها واضحة، لا النايت يجي هنا ولا البيشوب يجي هنا. ممكن في وقت من الاوقات بقى يلعب مثلا جي 4 ويعمل هجوم على جناح الملك عندي، يعني ما اظنش، بس ممكن. اطور النايت بتاعي نفس النقله بتاعت المره اللي فاتت، يلعب هو الاي 5 على طول. اسحب النايت لو كلت ممكنه، ولكن هتديله افضليه طفيفه عنك، فاسحب النايت افضل. يطور البيشوب بتاعه بهذا الشكل، انا اكل، يستعيد بالبدء. النايت التاني بتاعي عايز اطوره لمكان تاني، الرخ يجيبها بهذا الشكل. النايت بتاعي اضغط بيه على البيشوب، يسحب البيشوب، العب انا البي 5 اللي مهدت لها بالسي 6، يلعب هو الاي 4، وانا ساعتها ازيح على النايت بتاعك وازعجه. النايت يمشي، وزيري اطوره، يقوم هو يحمي البيدق. هو عايز يحمي هذا البيدق، يحميه ازاي؟ بشكل غير مباشر، لان دلوقتي ما ينفعش اكله، لو كلته هخسر قطعه، هينزل اديني الوزير او اديني البيشوب واخسر ايه؟ قطعه في هذا الامر. وبالتالي هو لما انا بدات طورت وزيري وضغطت على البيدق، بنقله النايت ديت هرب او عمل يعني حمايه نفسه من التكتيك اللي انا كنت بخطط له، وبيحمي البدء بشكل غير مباشر. ماشي، طور النايت بتاعي يجي بالبيشوب، البيشوب بتاعي اتكسر يا ابو الصحاب. النايت يضغط على النايت، يقول لي اديني النايت، اديني الوزير، اكل اكل. الرخ تهدد الوزير مثلا، الوزير يمشي، النايت ينزل، وضغط على ايه بقى؟ ضغط على البيشوب، ضغط على النايت. يقوم الاستاذ يعمل ايه؟ اكيد هياكل. انا استعيد بالرخ وطورتها، فرحان وسعيد، والدنيا جميله، والراجل فرحان وسعيد، والوضع صفري، وحاجه مفرحه خالص. طيب تعالى نرجع من البداية لكي نناقش فكرة أخرى. تعالى نناقش إيه بقى يا ربي؟ هقولك سي 6 كالمعتاد مني، الاف 4 وغطيناه، الاتش 3 يا أستاذ غطيناه. تفريع سيء. روك اي 1 ليه؟ لأنه هيسمح لي البيشوب بتاعي يفضل، هذا البيشوب يفضل قوي. طور النايت بتاعي كالمعتاد لمربع الدي 7، مربع المتاح له. البيشوب بيجي بهذا الشكل، وزيري يسحب النايت بتاعه، اسحب وزيري عشان النايت بتاعه ما يطوروش بقى لمربع سي 4، يعني بتهديد للوزير. يزيح النايت بتاعي وضغط قوي على مربع دي 5، حماية اكتر مربع دي 5. اسحب النايت بتاعي، والبيشوب بتاعي بقى اصبح فتاك. ما قفلش عليه ليه يا استاذ؟
اقف يا استاذ، لما بعد ما بيلعب هو الاي 4 اي 5 ما تتحركش اكتر من كده. لو اكل استعيد. الدنيا لطيفة. البيشوب بتاعي مفتوح له، هذا التفريع لا ننصح بيه، تفريع مش كويس له هو كلاعب ابيض، لكن بالنسبة لي انا كلاعب حتى مديني هذا التفريع افضلية كبيرة جدا. انت عارف الانجن نادر لما بينصفنا في الافتتاحات او الدفاعات بتاعة الهايبر موديل اللي ما فيهاش سيطرة، يقول لك انت مش واخد مساحة كافية بتاع، ما تكون سعيد بيها. ولكن ادينا شفنا فكرة تانية، وتعالى نرجع من البداية ونعيد النقلات بسرعة. كل اللي شفناه ده بعد اللعبة الرئيسية وهي البيشوب لما يروح لإي 2. عنده لعبة تانية اتش سي على طول، وتفريع برضو محترم، تفريع اللي يليه. طيب هنعمل ايه؟ هبيت يطور البيشوب بتاعه. هذا البيشوب للاي 3 هدفه انه يجيب الوزير وراه ويكسر البيشوب بتاعي. سي 6 كالمعتاد مني. الاستاذ يدينا اي 4 ما تلعبش بي 5. اطور النايت بتاعي للدي 7 كالمعتاد. اي 5 منه، اطور وزيري. طيب اطور البيشوب بتاعه. العب انا مباشره الاي 5 ما دام ستك ما لعبتهاش. ياكل. انا استعيد ويقول لي انا فرحان، البيشوب بتاعك مقفول عليه اللي انت مفكته فرحان بيه دوت. البيشوب وضغط على هذا البيدق. العب البي 6. لو اكل استعيد بالنايت، اهدد البيشوب، البيشوب يمشي. النايت بتاعي استطيع ان افكر اطوره لمربع الاف 4. يروح الاف 4 فعلا، يقفل القصه في وش البيشوب اللي عايز يطلع ده ويكسر البيشوب بتاعي. الاستاذ يبيت اي 5. هذا البدء الضعيف المعزول، عايز اعمل لك بيه اضعافات، مش هسيب لك انت بدائين. الرخ تاتي في هذا الفايل. النايت يمشي، البيشوب يمشي عشان النايت ما يرجعش يهدده، ويفتح طبعا الفايل ده. دي فيها تاكتكس برضو، ده بيفتح الفايل للرخ. طب نشوف التاكتيك ده برضو. لو هو ما سحبش البيشوب ايه اللي هيحصل؟ يعني لو لعب اي لعبة هلامية مثلا، لعب رخ بتاعته كده مثلا، ايه اللي هيحصل؟ كنت هنزل بالنايت، فكان هو ممكن يتخلص من النايت، حضرتك هتقول له اديني قطعة وهيبقى عنده مشكلة. فلذلك هو كان لازم يسحب البيشوب عشان يحمي العمود دوت. تمام. طيب نرجع بقى نلعب الالعاب التقليدية بتاعتنا. سيس 5 ينزل بنات مهدد الوزير، الوزير يرجع. يستمر التفريع بقى البيشوب وضغط على هذا النايت القوي. يكمل هو الرخ، تيجي في وش الرخ. النايت ضغط على النايت عندي. اسحب البيشوب، ابحث له عن مربع افضل. يستمر التفريع. لو اكل باكل بالبيشوب، يعني الدنيا مستمرة. ممكن تلعب عشان خاطر تاكل تتخلص من البدء الضعيف بتاعك دوت، يبقى انت فرحان ان انت عملت له تريدنج ببدء او بحاجة تانية اقوى. لو اكلت بيستعيد. يستمر التفريع بقى. النايت ضغط على النايت، تاكل فياكل، ويستمر التفريع. طيب تعالى نرجع من البداية ونحاول ناخد فكرة تانية ونعيد نقلاتنا بسرعة، عشان خاطر بعد ما بيطور البيشوب، لا ما دي الرئيسية وخدنا ال H3. طب عايزين ناخد فكرة تانية نناقشها. ايه الفكرة اللي بتتلعب بعديهم على طول؟ البيشوب لل E3. ماشي، بيشوب E3 ده احنا فاهمينها. الوزير بتاعه عايز يجيبه ورا البيشوب، يعمل بيه بطارية ويكسر البيشوب بتاعه. أبيت. جاب وزيره ورا البيشوب وعايز ايه؟ يكسر البيشوب بتاعه. ألعب سي 6 كالمعتاد، أكسر البيشوب يا أستاذ. ألعب بي 5. ما أنا قلت لك بقى، هو كلاعب أبيض عنده فكرة من الاتنين، يعني يكسر البيشوب بتاعك، يحط حيطة في وشه من البيات. طيب انا هنا لعبت السي 6 وسمح لي هو العب البي 5 واخد مساحه في جناح الوزير، انا مرحب بيها. بطور البيشوب لعله عايز يبايت. اطور البيشوب وضغط على النايت. يقوم الاستاذ ياكل، انا استعيد، وبعدين يشيل النايت بتاعه حطه في الهجوم عندي في جناح الملك يعني. على طول اي 5 مني مباشره. لو اكل بستعيد بالبيدق. البيشوب بتاعك بيعمل ايه؟ شيلنا البيشوب. يلعب الاف 4، مش عاجبه المساحه اللي انا واخدها. ازيح على النايت، النايت يمشي. ادعم البيدق وخدت مساحه كويسه. لو لعب الاف 4 اطور النايت بتاعي، يبيت، وزيري اطوره. وكان هذا تفريع وفكره اخرى. مش عايزين نحفظ ولا نحس ان الحفظ كتير، حاول تفهم الدنيا، وفي حاجه هتلاقي نفسك حفظتها لان في نقلات كتيره بتتكرر. طيب تعالى نرجع من البدايه عشان نناقش فكره تانية.
ونعيد نقلاتنا بسرعة عشان خاطر بعد ما بطور النايت بلعب البيشوب طبعا بتاعنا اللي لسه بنفكر في الفكرة بتاعته الاي 3. ببيت كل اللي فات كان جاب الوزير بتاعه على طول ورا البيشوب. ماذا لو ما عملش كده؟ ماذا لو لعب الاتش 3؟ ادينا واحدة اتش 3 يا استاذ. سي 6 مني كالمعتاد. اي 4 ما تلعبش بي 5. حاضر. نايت دي 7 او نايت بي دي 7 كالمعتاد. اي 5 بياخد مساحة اكتر. خد يا استاذ ده بيتك. هطور وزيري. بيطور البيشوب بتاعه عايز يبايت. العب انا بقى الاي 5 اضرب السنتر اللي انت فرحان بيه ده اللي كنت بنيه وفرحان بيه ده. ياكل. استعيد بالبيدق. الاستاذ يطور البيشوب بتاعه ضغط على هذا البيدق المسكين. بي 6 مني. ياكل. لا اجرؤ اني اكل بهذا الشكل حسب الرخ يا استاذ، لكن انا ممكن اكل بهذا الشكل. اكل بالنايت مهدد البيشوب. يسحب البيشوب يعمل ايه المسكين؟ اطور البيشوب بتاعي. يستمر التفريح. الدنيا اكثر من رائع. نعود للبداية لكي نناقش فكرة جديدة. وكالمعتاد بنعيد النقلات في عجالة. طورت النايت بعد ما شفنا أول 3 ألعاب مهمين. موعدنا مع البيشوب سي 4. والبيشوب سي 4 هي فكرة لها وجهتها. ما بتتلعبش كتير ولكن لها إيه؟ وجهتها. أنا ببيت بمنتهى الهدوء والأستاذ بيبيت بمنتهى الهدوء برضه. أقوم أنا آكل هذا البيدق. فالأستاذ يقول لي الله بتخسر قطعة. لا أخسر قطعة إيه؟ عيب عليك. أنت كبير وفاهم بقى هذا التكتيك المشهور. بطلع بالبيدق. يسحب. آكل. والأستاذ هنا بيستعيد. أقوم أنا النايت بتاعي بطوره بهذا الشكل. يلعب السي 3 لا بأس. سي 5 مني مباشرة. ممكن أن أطور البيشوب بتاعه اللي بتتلعب أكتر. وهذا الشكل الحقيقة يعني لما تفتحه على الانجن تلاقيه تعادلي بشكل لطيف جدا. الانجن بيقولك مثلا كل هنا وبعدين بيقولك هو ممكن ياكل بالنايت. شكل تعادلي يعني ولذلك هو لا يلعب كثيرا، ولكن احنا برضو غطيناه عشان ما يبقاش فايتنا حاجة يعني. ولكنه تعادلي ما فيهوش الشراسة بتاعت او الشغل او الكومبليكيشنز او التعقيدات اللي كانت في الخطوط التانية. عنده هنا 3 بيادق على بدائين في جناح الوزير. ممكن نعمل هنا هجوم اقلية بقى على جناح الوزير او حاجة يعني، ولكنه لاين ولذلك لا يلعب كثيرا. وتعالى نرجع من البداية ونناقش فكرة تانية. نعيد النقلات في عجالة معتادة عشان خاطر نناقش بقى فكرة مختلفة شوية وتلعب قليل جدا برضو. هذا البيشوب هبيت يجيب وزير ورا البيشوب وفاهمين فكرتي. قاعد تكسر البيشوب بتاعي. سي 6 كالمعتاد. البيشوب العب انا البي 5 السي 6 ما هدت لها، ما انت ما منعتنيش. طور البيشوب بتاعه. البيشوب بتاعي يضغط على النايت. ياكل. استعيد. ينزل بالنايت بتاعه. اقوم انا اعمل العب الاي 5. الله مش اللاين ده خدناه قبل كده؟ هو يا استاذ خدناه قبل كده. بترجع خدنا هذا اللاين قبل كده طبعا. طيب تعالى بقى اوريك فكرة تانية خالص. انا مش حاببها عن نفسي قوي وليس التفريع الرئيسي ولكنها موجودة. انا من اول الحلقة بلعب السي 6 يعني كل التفريعات اللي حصلت كنت بلعب السي 6 وما يعرف باسم التشيك ديفense او الدفاع التشيكي. في لعبة تانية هذا البيشوب وهذا الضغط على النايت وهي ما يسمى بارما ديفنس. دفاع برما بس تعيش. ناخد خط واحد فيه كده عشان تبقى برضو ما فاتكش حاجة يعني. بيطور البيشوب بتاعه. بطور النايت. طبعا معلش ارجع لي يا وزير. النايت بتاعي بعرف اطوره للسي 6. ما هو البدء بتاع السي 6 كان حارمني من هذا المكان. وزير ورا البيشوب وفهمنا افكارها. اي 5 من حضرتي. لما بياكل انا بستعيد. رخ ورا وزير. شيلنا الوزير. شال وزيره عشان الرخ بتاعتي لو جت في العمود. ياكل. استعيد. يخوف الوزير. وزير يمشي ما نخافش يا عم. لو ضغط على البيشوب باكل فبيستعيد. احدى الخطوط. والوضع شبه تعادلي عادي جدا يعني.
مش حابب خطوط هذا الدفاع. طبعا لو كنا عايزين نشرحه باستفاضة بقى كنا هنقعد نتكلم فيه بقى ونشرح الاحتمالات. اديتك بس خط كده لمحة خفيفة. الخط الرئيسي جدا فيه او الاكثر يعني بيتلعب بشكل اكثر تكرارا كتير فيه. لكن انا مش مفروض يعني عشان ما لخبطكش المفروض ما اديك حل واحد، ما اديكش اكتر من حل. ما انت يعني حل واحد بس اتقنه وبعدين ربنا يسهل. نقطة تانية برضو لازم نتكلم فيها. انا مهما اشرح لو انت ما بدأتش تطبق في الادوار بتاعتك مش هتتطور ومش هتتعلم. هي القصة ان حضرتك تطبق وبعدين تتوفق، تكسب مرة تغلط مرة، تعمل حتى بلندرات في مرة، عادي. ده اللي هيخليك تتعلم. اتمنى ان تكون مستمتع ومستفيد بهذا السلسلة يعني. سبسكرايب لو مهتم تشوف بقيتها. اشوفك الحلقة الجاية على خير وسلام.